السلام عليكم. الفكرة بتاعت النهاردة فكرة بسيطة جدا، وازاي تعمل فلوس من عالم البوليستر وتكسب وتدخل دخل حلو جدا، عشان الايام اللي احنا فيها دي صعبة. فانت لازم تشتغل، غالي جدا وصعب جدا ان انت تعمل منه فلوس، وفي ناس كتيرة سابت الصنعة وفي ناس تركتها. لا، انا جاي لك بحل حلو. انت اللي عايز تعمل فلوس من عالم البوليستر لازم تطلع بره الصندوق، لازم تلعب في حتة مفيش حد غيرك انت بتلعب. تلعب في حتة النادي فضيلك والجون مفتوح لك انت بس، مفيش حد بيلعب غيرك انت وورشتك بس. ازاي؟ عشان تعمل فلوس من عالم البوليستر تخترع حاجة انت بس بتعملها او ناس قليلة. شغل البوليستر متصل ب 99% من الورش ما بتعملش غير التحف والانتيكات، والتحف والانتيكات عليها ضغط. طب انت هتستبدل بيه؟ هتعمل ايه بشغل البوليستر؟ شغل البوليستر ليه حاجات كتيرة جدا، بس انت دور وفكر في فكرة حلوة. طب انا جايب لك فكرة حلوة النهاردة وممتازة جدا وهتعمل منها فلوس حلوة جدا. دي عصاية مكنسة، دي بتتباع بكام؟ دي بتتباع ب 10 جنيه 15 جنيه قطاعي، دي بتتباع ب 20 ب 15 على حسب الجودة. تمام؟ عمرها الافتراضي لعصاية المكنسة مفيش حد ما يعرفش عصاية المكنسة، مفيش بيت مصري ما بيستغناش عنها، محدش يقدر يستغنى عنها. تمام؟ دي عصاية المكنسة. عصاية المكنسة دي يا جماعة عمرها الافتراضي كام؟ شهر ونص كبيرة وهتتكسر وهتجيب غيرها. طب ما تيجي اقول لك فكرة حلوة ومش هنطلع بره مشروعنا خالص ولا بره صنعتنا. هنعمل عصاية مكنسة من البوليستر والفايبر كلاس. ازاي؟ فكرة بسيطة جدا. هنعمل قالب فايبر كلاس من البوليستر وهنعمله اسطمبة. الاسطمبة دي من الفايبر او من السيليكون عادي، اشتغل الاتنين. وهنعمل مكنسة، هنعمل عصاية مكنسة من الفايبر كلاس وهنشطبها تشطيب حلو. طب ازاي؟ ان شاء الله اعمل لك فيديو كامل ازاي تعمل المشروع كامل ما يكلفكش ال 2000 جنيه، تصنع عصاية مكنسة متينة تشطيب حلو وتعيش معاك من سنة لسنة ونص. طب هتبيعها بكام والبوليستر غالي؟ لا، البوليستر غالي انا معاك، بس العصاية دي مش زي عصاية المكنسة. يعني عصاية المكنسة غير عصاية الفايبر. عصاية الفايبر انا ممكن اكسر بيها حيطة مش هيحصل لها حاجة، مش هتتأثر. العصاية دي انت لو حملت عليها بصبع رجلك هتتكسر. فالفكرة ان انا اعمل لك دورة تدريبية على القناة عندي مجانية، ولا هتتعب نفسك ولا تركب مواصلات وتروح في اي حتة. هعمل اكتر من 100 جزء لتصنيع البوليستر بافكار جديدة بحاجات جديدة جدا، وده اول جزء. هشوف السلسلة دي لو عجبتكم ولما التفاعل معايا وقدرتوا تعبي هعملكم الجزء الثاني. هعمل لك الاسطمبة وازاي تفتح المشروع كله ب 2000 جنيه. تعمل اسطمبة عصاية المكنسة، تعمل اسطمبة العصاية وتصنع عصاية المكنسة وما تكلفش ال 2000 جنيه، وكمان هتطلع انتاج من ال 2000. ازاي؟ العصاية دي يا جماعة عصاية الفايبر في ناس بتعملها بس قليلة جدا، بتبيعوها ب 80 جنيه جملتها، بتتباع قطاعي ب 100. طب في ناس هتشتريها؟ في ناس هتشتريها. ليه؟ العصاية دي العصاية الخشب هتعيش شهر، عصاية من البوليستر هتعيش سنة سنة ونص على حسب استخدامها. وهعمل لك الفيديو كامل وهوريك قوتها قد ايه، وهوريك تكسر بيها حيطة ولا انا كداب، وهوريك الكيلو بتاع البوليستر بيعمل 10 عصيان زي دي بس مصنوعة من الفايبر والبوليستر. ولو عجبك الفيديو تنساش اللايك والاشتراك في القناة عشان يجولك ال100 فيديو اللي هوريك تعمل ازاي حاجات مختلفة من عالم البوليستر وتكسب من 10,000 ل 20